إيدين هازارد من أفضل لاعبين في العالم برفقة تشيلسي. هازارد ما زال، هازارد يراوغ، هازارد يدخل، جول فعلها البلجيكي إلى مجرد شبح في ريال مدريد. سبحان الله، خسر اسمه، خسر مكانه، خسر سمعته، خسر إمكانياته. لا أدري لماذا تغير المكان يا ولدي. في نهاية كأس العالم روسيا عام 2018 والذي قدم فيه هازارد أداء فرديا كان رائعا، وقاد منتخب بلاده إلى تحقيق المركز الثالث في كأس العالم، وهذا يعتبر أكبر إنجاز للشياطين الحمر. وبفضل هذا الأداء الرائع توج هازارد ثاني أفضل لاعب في كأس العالم بعد الأمير لوكا مودريتش، واستطاع أن يتواجد في تشكيلة أفضل لاعبين في كأس العالم. وهازارد كان يريد الخروج من نادي تشيلسي والذهاب إلى نادي الأحلام ريال مدريد، وقال في تصريح: ريال مدريد أفضل نادي في العالم، لا أريد أن أكذب ولكنه كان حلمي منذ كنت طفلا. وكان في ذلك الحين ريال مدريد يودع أفضل لاعبين في العالم كريستيانو رونالدو، وكان بيريز أن يأتي بتعويض لكريستيانو رونالدو، وهازارد كان من الأسماء المرشحة للانضمام إلى ريال مدريد، وبالفعل كان ينضم إلى ريال مدريد لولا المشاكل في الإدارة. واضطر هازارد إلى البقاء مع تشيلسي حتى نهاية موسم عام 2018 عام 2019، ولقد استطاع أن يفوز بكأس الرابطة الإنجليزية برفقة نادي تشيلسي والتغلب على نادي ليفربول، وكان صاحب الهدف الوحيد. هازارد مجددا مع كيتا، هازارد مازال، هازارد يراوغ، هازارد يدخل، هازارد مازال، هازارد يراوغ، هازارد يدخل، جول فعلها البلجيكي. فقد أنهى ذلك الموسم بفوزه بالدوري الأوروبي برفقة نادي تشيلسي، وفي تلك المباراة سجل هدفين وصنع هدف، وهذه المباراة كانت آخر مباراة يلعبها هازارد في قميص نادي تشيلسي. مانشستر قلب خاسر، يمشي حاطة جول 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 جول. القدمين لكايلو وكان دييغو كوستا مارلي هازارد، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. ثغرة والانطلاق ممكن. ايدين هازارد، هازارد جولاتو جولاتو جولاتو. ايدين هو الحل، ايدين هو جدا ما تام. ايدين هازارد مر عدى تقدم تلاعب، يا رب يا الله، يبالغ في كل شيء حتى في متعة أهدافهم. وفي موسم عام 2019 عام 2020 تأتي الصفقة المنتظرة، ويعلن نادي ريال مدريد التعاقد مع إيدين هازارد بقيمة 115 مليون يورو، لتكون هذه الصفقة هي أغلى صفقة في نادي ريال مدريد. وكان الجماهير متحمسون لرؤية هازارد. وفي تقديم إيدين هازارد حضر أكثر من 50,000 متفرجا، لتكون سادس أعلى حضور جماهيري لتقديم لاعب، وهذا يثبت مدى تحمس جمهور ريال مدريد إلى هذه الصفقة. وأخذ هازارد الرقم 7، وكان هناك تفاؤل كبير من جماهير ريال مدريد، ولكن هنا بدأ الانهيار التاريخي، فقد ظهر هازارد بجسمانية سمينة، فاستغرب الجماهير كيف هذا يلعب مع نادي ريال مدريد، ونادي ريال مدريد أفضل نادي في دوري أبطال أوروبا. فقد صرح إيدين هازارد بهذا التصريح: هذا صحيح، لا أستطيع أن أكذب، عندما تكون إجازة تكون إجازة، ويعني هذا عندما يكون بإجازة يأكل ما يشاء. وبدأ موسم عام 2019 عام 2020، وكان هازارد يقدم مستويات جيدة مع ريال مدريد، وخاصة أمام نادي باريس سان جيرمان، وخاصة في دوري أبطال أوروبا في ملعب سانتياغو برنابيو، وقدم في تلك المباراة أفضل مستوى لهازارد مع ريال مدريد. وهنا بدأت الإصابات والانهيار التاريخي، فقد سيطرت الإصابات على هازارد، وفي أول موسم له غاب 5 أشهر، فهازارد يعلن اعتزاله بعد ما انهار من الإصابات مع ريال مدريد. هازارد مازال، هازارد يراوغ، هازارد يدخل، جول فعلها البلجيكي. سبحان الله، خسر اسمه، خسر مكانه، خسر سمعته، خسر إمكانياته. لا أدري لماذا تغير المكان يا ولدي.